هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الأكارم، مساء الخير وأهلا بكم مجددا في صوت المنتدى لمساء هذا اليوم السبت. أنا أمل علي معكم، أحييكم وأبدأ معكم هذه الساعة بنشرة للأخبار. بعد ذلك وعلى ضوء التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول لجنة تقصي الحقائق لانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، سنقوم بإلقاء الضوء بالتفصيل عن هذا التقرير وعن محتواه وعن نتائجه مع الناشط في حقوق الإنسان الحقوقي ياسين محمد عبد الله، مدير مركز سويرة لحقوق الإنسان. أتمنى أن تبقوا معنا وأتمنى لكم متابعة طيبة وأهلا بكم. ردني إلى بلادي مع نسائم غوادي، مع شعاعات تغاوت عند شاطئ ووادي. ردني إلى بلادي مع نسائم غوادي، مع شعاعات تغاوت عند شاطئ ووادي. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: استمرار الاعتقالات في أسمرة، أمن النظام يصادر ممتلكات التجار ويتعرض لأسرهم، نقص في عملة النقفة وصفقات سرية مع السعودية وأموال في بنوك الخارج. الأخبار بالتفصيل. في وقت مبكر من صبيحة الخميس 11 من يونيو، الجريدة هامت وحدات أمن الطاغية في مدينة أسمرة بضواحي حي سنبل منزل العقيد إسرات بلاي، وعقيد آخر لم تتمكن مصادرنا من معرفة اسمه بعد. تفاجأ العقيدان بطلب عناصر الأمن الذين دعوهم إلى تسليم أسلحتهما الفردية والذهاب معهم بحجة كونهما مطلوبين في مهام عمل. وقد ذكرت المصادر أن العقيد إسرات بودي بلاي رفض الامتثال لأوامر عناصر الأمن التي اقتحمت منزله مرتدية ملابس مدنية، وامتنع عن تسليم سلاحه، مما أدى إلى تأزم الموقف فحاولوا إجباره على تنفيذ أوامرهم بالقوة.
حينها أطلق الرصاص عليهم وجرح أحد عناصر الأمن، وبدورهم هاجموه واقتادوه عنوة إلى جهة غير معلومة. جدير بذكر أن النظام قام بحملة اعتقالات واسعة على العديد من الضباط من وزارة الدفاع وأجهزة الأمن بعد احتفالات التحرير، وذلك تحت تأثير الهواجس التي تنتاب الرئيس ومخاوفه من عملية اغتياله التي قد يقوم بها بعض الضباط، ولذلك نجده منخرطا بشكل كبير في عمليات المباغتة والاعتقال لكل من يشك في ولائه. صدرت أجهزة أمن سلطات الاستبداد في إريتريا سيارات الخاصة بالتجار الذين قامت باعتقالهم في الأسابيع الماضية، ثم تقوم باستخدام هذه السيارات في حملات الاعتقالات التي تعم البلاد. وقد احتجت أسر المعتقلين على هذا التعدي السافر على الممتلكات الخاصة، لكنها وكالعادة جُبهت بالتهديد والوعيد من عناصر أمن النظام، وتشير المصادر بأن هذا الأمر تجاوز مصادرة الممتلكات المادية الخاصة إلى انتهاك حرمات الأسر عبر تردد أفراد أجهزة الأمن على العائلات، وهناك حديث عن محاولات اغتصاب. تشهد بنوك إريتريا ندرة في عملة النقفة، مما دفع بالسلطات الطغمة الحاكمة إلى تحديد سحب مبلغ 10,000 نقفة في كل أسبوعين لكل مودع في البنوك خلال الأشهر القادمة. وجراء هذا القرار القاسي والمتقلب للحكومة، أحجم بعض المواطنين عن وضع أموالهم في البنوك. الحكومة من جانبها هددتهم بلغة ابتزازية، محذرة كل من لا يضع أمواله في البنوك عليه تحمل تبعات ما قد يتعرض له من سرقة وعمليات سطو. يذكر أن وسائل الإعلام الرسمية قد تناولت الأسبوع الماضي إعلان صادر عن الشرطة يحذر المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من انتشار عملة مزورة في البلاد. على الصعيد نفسه، ذكرت مصادر المنتدى أن الشعب الإريتري كان يتداول منذ فترة أحاديث مفادها أن البنوك قد تلقت من السلطات عملة غير حقيقية وقد تم توزيعها على المواطنين. وتشير مصادرنا أيضا إلى أن مستحقات الصفقات السرية مع السعودية أصبحت توضع في حسابات خاصة في الخارج، وأن عمليات تنفيذ الصفقات تتم بقدر كبير من التكتم عبر مطار عصب، وكذلك عبر وحدات كوماندو البحرية الإريترية التي تمارس تمويه كلي في بعض الجزر وتقوم ببعض المهام في اليمن. وعندما يتساءل بعض الضباط من وزارة الدفاع الإريترية، تسوق عليهم وعلى كافة المسؤولين عبارة "لم نقم بإخبار أي جهة حفاظا على السرية". نهاية النشرة. مرة وعدت خذني قد ذبلت من بعادي، مرة وعدت خذني قد ذبلت من بعادي، وارمي بي على ضفاف من طفولة بغدادي، مرة وعدت خذني قد ذبلت من بعادي، وارمي بي على ضفاف من طفولة بغدادي. نهرها ككف من أحببت خير وصادق، نهرها ككف من أحببت خير وصادق، لم تزل على وفائي ما سوى الوفاء زادي، نهرها ككف من أحببت خير وصادق، لم تزل على وفائي ما سوى الوفاء زادي، حبني هنا حب الحب مالئا فؤادي، شلح زنبق أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم مجددا في حوار المنتدى. وفي حوار اليوم وكما ذكرنا لكم سنلقي الضوء على التقرير الأخير الذي صدر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا.
ولإلقاء مزيدا من الضوء هنا على هذا الموضوع سيكون معي ضيف هذا الحوار الأستاذ ياسين محمد عبد الله، وهو حقوقي وناشط في مجال حقوق الإنسان، خريج جامعة دمشق وعمل قاضيا في مدينة مصوع. والأستاذ ياسين أيضا هو مؤسس مركز سويرة لحقوق الإنسان عام 2004، وكذلك شارك قبل ذلك في عام 2009 في أول دورة استعراض شامل لحقوق الإنسان في إريتريا التي عقدت في جنيف. أذكر أيضا بالنسبة لمركز سويرة أنه أصدر 3 تقارير شاملة حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسين. أهلا وسهلا أستاذ أمال. يا هلا بك. نبدأ من التقرير أستاذ ياسين الذي صدر مؤخرا، والذي يعني يعتبر إنجاز كبير في مجال كشف الانتهاكات التي تحدث على مستوى حقوق الإنسان في إريتريا. هل نتحدث عن هذا التقرير بشكل أكثر تفصيلية في البداية؟ شكرا جزيلا أستاذ أمال. التقرير الذي صدر يوم 5 يونيو هذا الشهر صدر عن لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت وفقا لقرار 24/26 2014. نعم. الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. نعم. شكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تتخصص حقائق حول وضع حقوق الإنسان في إريتريا من 3 أشخاص: بروفيسور مايك سميث، البروفيسور فيكتور دانكوا، والأستاذة شيلا كيثاروث اللي هي مقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إريتريا، لأن تقوم هذه اللجنة بالتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت في تقريري المقررة الخاصة في 2013 و2014. المجلس كان طلب من الحكومة الإريترية أن تتعاون مع هذه اللجنة في مهامها، واللجنة بعد أن بدأت عملها قدمت بعدة طلبات للحكومة الإريترية لتمكينها من زيارة إريتريا، لكن الحكومة الإريترية لم تستجيب لهذه الطلبات المتكررة. والحكومة الإريترية أيضا رفضت الاعتراف بالتقرير الشفوي الذي سبق وقدمته هذه اللجنة في الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان في مارس. نعم. التقرير تقول اللجنة في التقرير هنا يعني نسبة لمحدودية الزمن والتمويل لم تستطع أن تزور سوى جيبوتي، السويد، بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، إيرلندا الشمالية والولايات المتحدة. نعم. هذه هي الدول التي زارتها. بعد أن رفضت طبعا الحكومة الإريترية أن تزور إريتريا، زارت هذه الدول وتلقت شهادات من الإريتريين يعيشون في هذه الدول. نعم. وأيضا تلقت شهادات مكتوبة حوالي 550 شهادة من أشخاص، قابلت أشخاص 550 شاهد. نعم. وتلقت شهادات مكتوبة حوالي 160 شهادة مكتوبة. نعم. اللجنة يعني واجهت بجانب التحدي إنها لم تستطع ولم تتمكن من زيارة إريتريا. تقول إنه التحدي الآخر الذي قابله هو خوف الشهود الذين كانت تقابلهم، والشهود الذين ترددوا إنه يقابلوا اللجنة. نعم. كانوا يتخوفوا تماما من مقابلتها، لأنهم يتخوفوا من أن يكونوا ملاحقين خارج إريتريا، وأن تعرف الحكومة أنهم التقوا باللجنة، وأن إذا لم يتعرضوا هم أن يتعرضوا خوف من أن يتعرضوا أسرهم داخل إريتريا لأي انتهاكات من قبل الحكومة. نعم. لذلك كان هذا تحدي واجه اللجنة مع تكرارها أنها تلتزم بالسرية التامة في عملها، وأن هذه الشهادات لن تطلع عليها جهات أخرى غير اللجنة. نعم. حدثت اللجنة في تقريرها وقالت أن الانتهاكات التي وجدتها من خلال الشهادات نعم. إنها انتهاكات ممنهجة وشاملة. نعم. ومتعمدة. نعم. غير عشوائية، متعمدة، وإن الجهة المسؤولة عن كل هذه الانتهاكات هي الحكومة الإريترية تحديدا. نعم. نعم. إذن هذا وحددت أيضا. نعم، تفضل. حددت في إطار الحكومة الإريترية تحديدا من هم الجناة، يعني الجناة الرئيسيين في هذه المسؤولين عن هذه الانتهاكات باعتبارهم هم قوات الدفاع الإريترية، مكتب الأمن القومي، الشرطة، وزارة الإعلام، وزارة العدل،
وزاره الدفاع، الجبهه الشعبيه للديمقراطيه والعداله، مكتب الرئيس والرئيس نفسه. نعم. لا، الاشخاص والجهات هم المسؤولين مسؤوليه مباشره عن الانتهاكات التي الشامله والممنهجه والجسيمه التي حدثت في اريتريا منذ نيل البلاد لاستقلالها 91. نعم. طبعا تحت تفويض اللجنه كان حدد له فتره زمنيه من نيل البلاد لاستقلالها. هنا اللجنه اعتبرت، يعني لم تعتمد الشيء الرسمي بتاع 93، اعتمدت تاريخ 1991 باعتبار انه هذا كان الاستقلال الفعلي للبلاد، وهذه طبعا نقطه مهمه جدا، واعتقد ان اللجنه كانت موفقه فيها، لانه منذ هذا التاريخ اريتريا كانت تحت السيطره التامه لهذه الحكومه الحاليه والسيطره الكامله للجبهه الشعبيه. اعتبرت الفتره من 1991 هي الفتره التي حتى تاريخ اعداد التقرير هي الفتره المشموله زمنيا بتفويض لجنه تغطي الحقائق والحقوق. هل هذا يعني أن أي انتهاك حدث في إريتريا من 91 إلى هذه اللحظة سيكون يعني مشمولا في التقرير أو وثق له؟ نعم، كل الانتهاكات وثقت، كل الانتهاكات وثقت، يعني التي سمعت عنها اللجنه من خلال الشهادات المطلوبه او الشفويه، كل هذه الانتهاكات وثقت. هناك اللجنه هناك تقرير مختصر يتكون من 28 صفحه، نعتقد هذا سيقرا في الاجتماع، لكن هناك التقرير التفصيلي يتكون من 484 صفحه. هذا التقرير التفصيلي وهذه الوثائق بالذات وثائق الشهادات الشفويه والمرسله كلها وضعتها اللجنه كما ذكرت في التقرير، وضعتها في الارشيف الرسمي للامم المتحده. ولن تستطيع اي جهه الاطلاع على هذه الشهادات الا بتصريح وموافقه صريحه من اصحاب الشهادات. يعني لا تستطيع حتى بما في ذلك الجهات الامم المتحده، بما في ذلك الاقسام المفوضيه حقوق الانسان، لا تستطيع ان تطلع على هذه الشهادات الا بالموافقه الصريحه لاصحاب الشهادات. فوثقت وضعت في الارشيف الرسمي للامم المتحده. نعم. يعني قبل الخوض في نوعيه الانتهاكات وغيرها، يعني يعني هذا التقرير اليوم والذي صدر بعد الكثير كما ذكرت لنا من الجهد ومن البحث ومن توثيق شهادات على مستويات كثيرة في مناطق كثيرة في العالم، بالرغم من أنه يعني الحكومة الإريترية رفضت السماح للجنة بدخول إريتريا للتوثيق. من أين تأتي أهمية هذا التقرير تحديدا؟ يعني لماذا اعتبر إنجاز على مستوى يعني الكشف عن الانتهاكات التي تحدث في إريتريا؟ يعني أين تكمن أهميته كإنجاز؟ نعم، بالطبع يعني أولا تشكيل اللجنة في حد ذاته. نعم. تشكيل لجنة تغطي الحقائق ومن الحالات النادرة التي يلجأ لها مجلس حقوق الإنسان. يعني عندما تصل انتهاكات في بلد ما واتهامات لحكومة ما بارتكاب انتهاكات واسعة، وهذه الحكومة ترفض التعامل والتعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، تتشكل مثل هذه اللجنة. فتشكيل اللجنة نفسه هذه كان خطوة ودليل على اهتمام كبير من المجتمع الدولي بجسامة الانتهاكات حقوق الإنسان في الإريتريا. ثم يأتي هذا التقرير وهذا التوثيق وهذا الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة، والذي يوثق كما ذكرت هذه الشهادات كلها الآن وضعت في الارشيف الرسمي للأمم المتحدة. يعني يمكن اللجوء إليها في المستقبل لمقاضاة هؤلاء الجناه أمام محاكم داخلية، أمام محاكم إقليمية، أمام محاكم دولية. بالتالي التقرير يشكل ضغط شديد جدا على الحكومة الإريترية، لأنه قضية حقوق الإنسان الهدف الرئيسي فيها هو يعني والأول أن نوقف الانتهاكات، ثم يعني نوقفها ثم نمنع حدوثها، ثم بعدها تجي مسألة المحاسبة والمعاقبة والعقاب للجهات أو الأشخاص الذين يرتكبوا هذه الانتهاكات. نعم. إذن يعني أستاذ ياسين، أيضا هناك نوع الانتهاكات، يعني ذكر أن التقرير ذكر أن هناك يعني احتمال أن إريتريا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، الحكومة الإريترية. هل لك أن توضح لنا يعني ماذا المقصود بجرائم ضد الإنسانية وما نوعية هذه الجرائم بالتحديد يعني كما ذكر التقرير؟
نعم. في الحقيقة اللجنة لم تقل صراحة إن الحكومة كثير ارتكبت جرائم ضد الإنسان، قالت إنه الانتهاكات، هذه الانتهاكات الجسيمة والواسعة قد تشكل نعم. جرائم ضد الإنسان، قد تشكل. مم. هنا نقطة قانونية مهمة. مهم. اللجنة مم. تفويضها كان محدد، تفويضها كان عن انتهاكات التي وردت في تقريري المقرر الخاص. مع نعم. ذلك أشارت اللجنة أنه مع أن تفويضها هو في هذه الحدود، مم. لكن اللجنة بتعتقد أنه قد يكون في جرائم ضد الإنسانية، وأنها توصي. اللجنة وصت أنه هذا الموضوع يتم فيه تحقيق، نعم. تحقيق أو الجرائم ضد الإنسانية. وهذه طبعا في اعتقادي حتكون خطوة أيضا إلى الأمام، لأنه اللجنة تفويضها محدد، لم يكن ضمن تفويضها البحث في الجرائم الدولية. الجرائم ضد الإنسانية هي واحدة من الجرائم الدولية التي حكم عليها القانون الدولي. لكن في حالة إريتريا مثلا، نعم. في حالة كوريا، تفويض اللجنة كان واضح، نعم. انه من ضمن ان تحقق اللجنه حول الجرائم ضد الانسانيه التي ارتكبت في كوريا الشماليه. نعم. لكن بالنسبه لاريتريا لم يكن هذا ضمن مهام اللجنه. مع ذلك اللجنه مهم. اشارت ووصت ان يتم التحقيق حول هذه المساله، نعم. واقترحت تحديدا ان يكون هناك مهم. يعني مقرر خاص معني بالتحقيق حول هذه الجرائم او الجرائم الدوليه، او ان يوسع التحقيق نفسه ويضم في التفويض، يضم الموضوع بتاع الجرائم ضد الانسانيه. نعم. إذن هذه الجرائم ضد الإنسانية كما ذكر تقرير الأستاذ ياسين أيضا، يعني ذكر أنه مثلا جرائم القتل العمد، يعني واضرب لتقتل تحت شعار هذا ارتكبت جرائم عدة، والإعدامات من غير يعني محاكمات، وأيضا يعني قضايا الاغتصاب تحت مسمى الخدمة الوطنية وغيره. ومع ذلك الآن يعني رد الفعل الذي جاء من الحكومة الإريترية في بيان صدر من الخارجية، يعني استنكر وقال أن هذا يعتبر مؤامرة على إريتريا وعلى حكومة إريتريا، وغير حقيقية كل يعني الأشياء التي ارتكز عليها هذا التقرير، وأنها تعيق عملية التنمية والسلام وغير هذا الكلام المكرر. يعني كيف تقيم أنت ردة الفعل الحكومي، وبرأيك ما هو الموقف الحقيقي الآن للحكومة الإريترية بعد صدور هذا التقرير؟ طبعا نحن تعودنا من هذه الحكومة هذا الأسلوب في التعامل مع المجتمع الدولي ومع القانون الدولي، ورفضها للتعاون بالذات في مجال حقوق الإنسان منذ سنوات. يعني نعم. كل مرة تحاول تبرر موقفها بأنه هناك استهداف لإريتريا وكذا، بينما العالم كله الآن يعني يعرف أن الانتهاكات التي جرت وتجري في إريتريا انتهاكات جسيمة، وهذا طبعا لن ينفعها في شيء. رفضها للتعاون مع المجتمع الدولي. إذا أصرت بالطبع المجتمع الدولي سيتخذ إجراءات أكثر قسوة تجاه الحكومة الإريترية. فهذا أسلوبها دائما تنكر الواقع المعروف بكل العالم الآن. وإذا استمر كما ذكرت لك ستكون هناك مواقف، لأنه رفضت تتعامل مع المقرر الخاصة. النتيجة كانت تكوين هذه اللجنة. إذا رفضت أيضا تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق، أكيد سيكون هناك موقف آخر، لأنه أنها تتحدى هي إرادة المجتمع الدولي، تتحدى القيم الإنسانية وتتحدى القانون الدولي بهذه الطريقة، وهي بالطريقة دي طبعا نظام مرق. وما أعتقد أن المجتمع الدولي سيتساهل مع هذه الحكومة. نعم. هذه الحالة. نعم. يعني عودة للتركيز أكثر أيضا على النقطة التي ذكرتها سابقا، في أنه يعني هذه الاتهامات التي وجهت الحكومة وجهت لي يعني مفاصل معينة في الحكومة الإريترية، وسمت الرئيس يعني رئيس الدولة أيضا. هل هذا يعني خطوة نحو يعني الجنائية مثلا في مرحلة متقدمة؟ كما ذكرت لك في البداية، في هذا التقرير ليس هناك توجيه اتهام مباشر للحكومة الإريترية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ليس هذا لأنه لم ترتكب هذه الجرائم، لأنه تفويض اللجنة كان لم يدخل فيه
موضوع الجرائم الدوليه. لكن واضح من تقرير اللجنه اي شخص يعرف القانون يقرا التقرير يتاكد تماما ان هذه الحكومه ارتكبت جرائم ضد الانسان. كمثال مثلا الاختفاء القسري حسب تعريف محكمه الجنايات الدوليه نعم تعتبر الاختفاء القسري واحد من الجرائم ضد الانسانيه كمثال. الاختفاء القسري واحنا نعرف ان الاختفاء القسري في اريتريا مورث الاف الاشخاص ضد كل فئات الشعب الاريتري ولسنوات طويله جدا جدا مثلا. نعم فهذا موسع. فاعتقادي المساله فقط مساله شكليه، هي مساله تفويض. اذا تم تفويض هذه اللجنه او كلف مقرر خاص للاجتماع القادم فستثبت سيوجه هذا الاتهام للحكومه الاريتريه. نعم هذا طبعا يتوقف اذا رفضت واصرت الحكومه الاريتريه على عدم التعامل مع لجنه تقصي الحقائق وعدم التعاون مع اللجنه، لانه اللجنه ايضا مع رفض الحكومه التعاون مع تقدمت الحكومه الاريتريه بالكثير ايضا نعم من التوصيات التي اتوقع ان يتبناها كلها مجلس حقوق الانسان في دورته 29. نعم يعني تعاون الحكومة الآن يعني بأي شكل يكون، يعني هل هو من خلال التوصيات التي طرحت في التقرير أو كيف يكون التعاون يعني الآن ما هو المتوقع؟ تعترف طبعا بالتقرير، ان تقبل بالتقرير هذا التقرير وان تقبل بالتوصيات الوارده. وطبعا اذا قبلت طبعا حتكون هناك اليات يعني مثلا اللجنه دائما تقترح اليات. كمثال اعطيك مثال الخدمه الوطنيه، الحكومه الاريتريه قالت السنه الماضيه انها تلتزم بال 18. نعم اللجنه هنا توصي اذا كانت الحكومه الاريتريه تريد ان تلتزم، اذا هي جاده في الالتزام بفتره ال 18 شهر لاداء الخدمه الوطنيه، يجب ان تكون هناك اليه مراقبه انه هذا الالتزام ينفذ. يجب ان تكون هناك اليه للمراقبه. نعم. هناك كثير من التوصيات مثلا الاطلاق الفوري لصراحه السجناء. نعم كل الاشخاص المعتقلين تعسفيا المقيدين قسريا اطلاقهم فورا ودون شروط. نعم نعم مثلا كمثال يعني انه السماح فورا ايضا بوجود وسائل اعلام مستقله في البلاد، احترام حريه المعتقدات. كثير من نعم التوصيات تقدمت بها اللجنة. هذه اللجنة. هذه التوصيات اذا تبناها المجلس سيطلب من الحكومه الاريتريه ان تقبل. فاما ان يوافق المندوب بتاع عليها، اما اذا يرفض يعتبر طبعا وهو تكرار. طبعا هم رفضوا مقدما قبل ان تعقد الدوره 29 من خلال بيان وزاره الخارجيه الاريتريه. ففي حاله الرفض طبعا حيعتبر الحكومه الاريتريه يعني تتمادى في احتقار المجتمع الدولي، في عدم انفعال القرارات الدوليه، وستتخذ كما ذكرت اجراءات اخرى يعني. نعم نعم بالتأكيد. يعني إذا ما أردنا أيضا أن نلقي يعني الضوء على أهمية هذا التقرير من زاوية أنه كان يعني جهد للكثير من العمل والضغوطات على المستوى الدولي والعمل بشكل يعني مقرب من الواقع من خلال الشهادات التي أدلي بها، من خلال تسليط وسائل الإعلام الضوء على يعني الانتهاكات وغيره. يعني بالنسبة لنا نحن كإريتريين يعني الانتهاكات واضحة ولا يوجد أحد لم تمسه بشكل أو بآخر أو يعرف عنها، ولكن بالنسبة يعني توثيق دولي هذا هو أهمية التقرير. الآن كيف يمكن أن يعني يستفيد يعني مناضلو الحرية وكل من ساهم في صناعة مثل هذا الحدث وغيره إلى الإضافة عليه، ويعني كيف يمكن أن تستفيد منه يعني قوى التغيير يعني مستقبلا على كل المستويات؟ اعتقادي واحد من المسائل اللي ممكن نلحظها من نوع هذا العمل، من تشكيل لجنه، من متابعه عمل اللجنه، من متابعه اليات، اول رفع الوعي بقضايا حقوق الانسان وباليات حقوق الانسان. نحن مقدمين يعني ونتمنى ان نقدم يعني سريعا في التخلص من هذا النظام. ستواجهنا مشكلات كثيره جدا جدا في مساله تصفيه التركه النظام الثقيله وبناء مؤسسات يحترم فيها حقوق الانسان ويعاقب فيها الناس اللي ارتكبوا هذه الجرائم ويعوض فيها من تعرض. امامنا مهام كثيره جدا جدا. هذه المهام وحتى مهمه التعامل مع الاليات الدوليه تحتاج لوعي. فاعتقادي اولا هذا العمل انعكس في وعي
الناس، وعي المناضلين من اجل الديمقراطيه ومن اجل الحريه، نعم. من خلال متابعتهم وقراءتهم ومعرفتهم. هذا جانب. الجانب الثاني طبعا هذا ينعكس ايضا على وعي القوى السياسيه نفسها. يعني القوى السياسيه اللي افترض تمارس العمل السياسي ان تتعلم من هذه التجارب وان تتعلم من انه يعني موضوع حقوق الانسان ابدا مش موضوع داخلي، موضوع دولي. يعني ده موضوع قيم عالميه لا تستطيع ان تتجاهلها نعم. في ممارستك للعمل السياسي او ممارستك للسلطه. فاضافه لانه طبعا يعني التعاون اللي ممكن او التضامن اللي لقاه الشعب الإريتري في نضاله من اجل الديمقراطيه، في نضاله من اجل حقوق الانسان يعني. نعم. ففي فوائد كثيره. وطبعا في الاخر كل هذه المسائل اللي بتنعكس ضغوط على النظام وضعاف للنظام، وعلى الاقل جعل بعض الناس المشتركين او الناشطين في هذا النظام يترددوا في تنفيذ سياسات بعض سياسات هذا النظام. يدركوا ان هناك يكون في عقاب، يدركوا انه المجتمع الدولي كله بينظر لهم. يعني مهما يدعي هذا النظام انه لا يضع اعتبار لاي شيء، لا يضع اعتبار للمجتمع الدولي، انا متاكد انهم الان يعني بيترددوا والان بيكونوا متخوفين انه في جديه في متابعه هذه الملفات، وانه الجرائم اللي ارتكبت لن تذهب دون حساب، وانه كل من يرتكب انتهاكات نعم بالتأكيد. سيحاسب. بالتأكيد. نعم بالتأكيد. وتأكيدا على هذا القول أستاذ ياسين، أيضا يعني ردود الأفعال الرسمية من حكومة أسمر على هذا التقرير. يعني وآخر ما شاهدته هو رد سفير النظام في نيروبي، حيث أنه قال يعني أنه كان صدمة بالنسبة لهم هذا التقرير، وأنه لا يفهم إلى أي حد يعني أن تصل هذه يعني المؤامرة، وأنه يشعر بالاستياء والاشمئزاز وغيره من هذه التعابير يعني الغريبة حقيقة، وليس الغريب هو ما يصدر في التقرير. أيضا يعني بالنسبة للمحاكمات الأشخاص، هل تعتقد أنه في مرحلة من المراحل سيشمل، إذا ما تم إثبات أن هناك جرائم ضد الإنسانية واتهام صريح، هل سيشمل محاكمة أشخاص بعينهم في مرحلة من المراحل حتى بعد سقوط النظام برأيك؟ ما هو الوضع القانوني في هذه الحالة؟ نعم، يعني ما يتعلق بالجنائية الدولية، المسائل طبعا قانونية نعم وإجرائية تبدأ من يعني أنا أخذ مثال أيضا هنا كوريا الشمالية. كوريا الشمالية مع أن القضية كانت أكثر وضوحا من قضية إريتريا، لكن ممكن كما سينقل هذا الملف الآن، هذا التقرير سيعطى أو سيؤخذ إلى الجمعية العامة المتحدة، ونعني هنا يعني الجمعية العامة هناك لجنة تسمى اللجنة الثالثة وهي المعنية بالشؤون الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. هذه اللجنة سيقدم حتناقش هذا التقرير، وهي توصي الجمعية العامة بالموقف الذي يفترض أن تتخذه. الفرق بين تقرير كوريا وتقريرنا كما ذكرت انه في تقرير كوريا لانه في تفويض للجنه هناك اتهام صريح للحكومه الكوريه بارتكاب جرائم ضد الانسانيه. هذا الاتهام الصريح غير موجود في إريتريا. يعني احنا محتاجين الان لمرحله في النص. هذه المرحله في النص ان تفوض هذه اللجنه، لجنه تقصي الحقائق مثلا، يمدد لها وتفوض بانه يشمل التفويض بتاع موضوع الجرائم الدوليه، او تكون جهه اخرى، جسم اخر يعنى بالتحقيق حول الجرائم الدوليه. اذا وجه اتهام بوجود جرائم دوليه يعني نعم اباده او جرائم ضد الانسانيه، بعد ذاك المسار يكون ان تذهب هذه المسائل الى الجمعيه العامه، اولا اللجنه توافق عليها اللجنه، ثم تمشي الجمعيه العامه، والجمعيه العامه تنقل الملف الى مجلس الامن. هناك مساله تتحول الى قضيه سياسيه من قضيه حقوق الانسان، لانه المساله تتوقف على علاقات الدوله المعنيه. يعني مثلا في حاله كوريا الشماليه روسيا والصين لم يوافقا مثلا. نعم فتتوقف المساله، تتحول الى مساله سياسيه. لكن كل هذه العمليات، هذا النقد يصغر النظام بشكل ضغط على النظام المعني اللي تعرض لهذه المساله، حتى لو الملف توقف في مجلس الامن او وصل او لم يصل مجلس الامن. تحديد الناس كمتهمين من اي جهه كانت، كناس ارتكبوا جرائم ضد الانسانيه، انا بعتقد هذا يمثل نصر كبير
نعم. لقضية حقوق الإنسان في إريتريا. نعم، بالتأكيد، بالتأكيد. هي انتهاكات كثيرة، ولكن أستاذ ياسين، في حالة يعني لنفترض أن يعني في حالة تغير الوضع السياسي في إريتريا، يعني زوال النظام بأي شكل من الأشكال، في يعني كيف يمكن ما قيمة هذا مثل هذا التقرير للحكومات القادمة أو للمرحلة الانتقالية ما بعد النظام؟ يعني كيف يمكن أن نعكس على أهمية مثل هذا العمل؟ هل سيكون جاريا مثلا إذا تم إسقاط النظام وغيره، يعني الأخذ بهذه المعطيات؟ اعتقادي إذا سقط النظام المسألة تتوقف على نوع النظام الذي نعم. يأتي بعد هذا النظام. إذا فعلا جاء نظام ديمقراطي، في اعتقادي أنه الانتهاكات أوسع مما شمل التغرير، لأنه كثير من الناس وكثير من الضحايا لم تلتقيهم اللجنة لم تسافر إريتريا، بالتالي الانتهاكات نفسها أوسع. يعني يفترض إذا حصل تحول ديمقراطي حقيقي في إريتريا نعم. أن يتم تحقيق وطني حول كل الانتهاكات التي تمت، نعم. ويتم تقديم الجناة إلى المحاكم الوطنية في إريتريا. هذا إذا بالطبع حصل تحول ديمقراطي، وإذا كان هناك حركة حقوق إنسان حقيقية وقوية نعم. تفرض هذه المسألة، أن يتم تحقيق شامل أوسع من هذا التحقيق، وأن يقدم الجناة إلى المحاكم. نعم. أخيرا يعني أستاذ ياسين، هل يمكن الاستفادة سياسيا من هذا التقرير على مستوى العمل المعارض، يعني التنظيمات السياسية؟ هو يعني كنا قد تحدثنا قبل ذلك عن أن مسائل حقوق الإنسان مفصولة إلى حد ما، أو يعني تكون بشكل متوازي مع المسائل يعني السياسية أو النضال السياسي ضد الحكومة نفسها التي تنتهك، لكن هل يمكن الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال؟ في اعتقادي أنه يعني كل المناضلين من أجل الديمقراطية يفترض أنه يكونوا منخرطين في النضال من أجل يعني أنا لا أستطيع أن أقول كل من يناضل ضد النظام هم معنيين أو مهتمين بانتهاكات حقوق الإنسان. نعم. لكن القوى التي يعني تنشد التحول الديمقراطي في إريتريا يفترض أن تستفيد من نعم. هذا التقرير، وتستفيد يعني من نتائجه. لكن هناك مسألة مهمة جدا أنا أريد أن أشير لها في هذا التقرير، ومهمة جدا جدا، يعني تبرز ضخامة هذا العمل وجدية اللجنة. نعم. لأول مرة في تقارير دولية، صدرت تقارير دولية كثيرة حول حقوق الإنسان في إريتريا، وصدرت توصيات كثيرة. هذه اللجنة عملها تميز بأنه بشمول الفترة الزمنية كلها من 91. نعم. في فترات سابقة كان يتم التركيز في السنوات الأخيرة، لكن هنا تم يعني شمول كل الفترة من 91. بدأت الانتهاكات من زنيل إريتريا استغلالها سنة استغلالها الفعلي التحرير، يعني ما نسميه بالتحرير سنة 91. اثنين، أشارت اللجنة للفئات التي تعرضت للانتهاكات التي لم يكن يشار إليها في الماضي في التقارير الدولية، مثل رجال الدين المسلمين، المعلمين وعلماء الدين، رجال الأعمال أيضا المسلمين، المناضلين السابقين في جبهة التحرير الإريترية. نعم. إضافة طبعا للمعارضين السياسيين وأعضاء الجبهة الشعبية. لكن فترة التسعينات احنا نعرف انه كانت الانتهاكات تشمل فئات معينة. هذه اللجنة ضمنت هذه المسألة وهذه الفترة الزمنية بشكل واضح. نعم. انه اشارت لهذه الجهات بشكل واضح، رجال الدين واعضاء السابقين في جبهة التحرير الإريترية. إضافة لأنه اللجنة بالمناسبة شارك يعني في شهادات، تقدم شهادات شفوية للجنة حوالي 550 شخص، منهم 100 امرأة، واعتقد هذا عدد جيد في مجتمع زي مجتمعنا ان تشارك 100 امرأة تتغدى بشهادات امام اللجنة من 550. انا اعتقد دي نسبة جيدة. ايضا اللجنة اهتمت بهذا الجانب، ما تعرض له النساء من انتهاكات، ما تعرض له المرأة والطفل من انتهاكات، اهتمت اللجنة بهذا الجانب. هذا ايضا جانب مهم. الحكومة الإريترية طبعا يعني لسخرية القدر في 2014 انضمت لاتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للكرامة، وهي تمارس طبعا التعذيب حتى الآن. أيضا يعني اللجنة أشارت لمسألة التعذيب، أشارت لمسألة أخرى ثانية سخرة، يعني إجبار الناس على العمل بدون مقابل. ووصت منظمة العمل الدولية أن تتدخل في هذا الموضوع. نعم. فالتقرير في شمول لكل الجوانب الانتهاكات،
وفي توصيات لمعالجة كل هذه الانتهاكات يعني. لم تترك اللجنة يعني أي جانب من جوانب الانتهاكات في اللي حدثت في إريتريا إلا وعرضتها. نعم التقرير طبعا سيناقش يوم 23 يونيو. نعم التقرير الآن هو موجود في موقع مجلس حقوق الإنسان، لكن لم يناقش حتى الآن. الدورة ستبدأ يوم 15، لكن التقرير سيناقش في 15 يونيو في جنيف. نعم بعد مناقشته كما ذكرت سيرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضا سيعطى أيضا لكل الجهات يعني نعم المعنية في الأمم المتحدة. نعم كمثال مثلا منظمة العفو، ما أقصد منظمة العمل الدولي معنية، نعم وهناك توصية مثلا موجهة لها. نعم 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 فالتقرير يعني فيه شمول يعني لنوعية الانتهاكات، فيه شمول زمني منذ 91، فيه توصيات لمعالجة هذه الإشكالات، والتوصيات ما فيها يعني فيها وضوح تام، يعني تام إطلاق سراح مثلا كل المعتقلين تعسفيا فورا نعم دون أي شروط، دون أي شروط. مهم. فالتقرير في اعتقادي تقرير ممتاز، نعم ما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية، بالتأكيد. نعم مثلا تتعلق فقط بطبيعة أو حدود تفويض اللجنة، لكن مع ذلك مع تفويض هذه الجرائم ضد الإنسان أو الجرائم ما نسميها بشكل عام الجرائم الدولية نعم خارج اختصاصها في تفويضها، مع ذلك وسط اللجنة لأنه بتعتقد أنه هناك قد يكون هناك انتهاكات أو جرائم ضد الإنسانية في هذه نعم الانتهاكات، وسط بأن يتم التحقيق حول هذا الموضوع. وهذه خطوة كما ذكرت خطوة إلى الأمام. اللجنة مع أنه لم تعطى هذا التفويض لكنها لم تترك هذا الأمر، إنما تقدمت بمقترح محدد، توصية محددة لمجلس حقوق الإنسان سنناقش وسنشوف نعم سنرى النتيجة بالتأكيد. التي ستوصل إلى أو ما توصل الغرض ستوصل إليه نعم مجلس حقوق نعم الإنسان في اجتماع القادم. نعم بالتأكيد. يعني هو إنجاز كبير وضخم ويعني مشرف حقيقة. يعني أنا أشعر بالفخر جدا بصدور هذا التقرير، لأنه يعني نتاج عمل قوى يعني وأفراد وجماعات يعني تريد أن تنصف من هم يعني مظلومين، ويعني أخذ الحقوق للشعب الإريتري وأخواننا. يعني إذا لم تتضرر أنت شخصيا، هناك من تضرر مباشرة ولك صلة به. يعني هو تقرير شامل ويعني مفخرة وإنجاز كبير وضربة قوية لهذا النظام التعسفي. نعم هناك مسألة بسيطة أشير إليها أيضا. تفضل. مثلا في تقارير الأمم المتحدة أو في تقارير الإنسان السابق كانت تتم الإشارة إلى 10,000 معتقل. نعم أنه هناك 10 حوالي 10. اللجنة أشارت أنه هناك يعني بالتقديرات أنه هناك 14,000 معتقل فقط في السجون العسكرية. يعني فقط في السجون العسكرية 14,000 معتقل. نعم وأوردت اللجنة رسوم توضيحية نعم هو 95 موقع سياسي في سجون في إريتريا. نعم 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 بالتأكيد. فأيضا يعني أيضا هناك قدر كبير من الدقة في والاهتمام. نعم عمل اللجنة. نعم هذا يوضح أيضا يعني أن العالم يعني أصبح واعي جدا ومستاء جدا لأحوال حقوق الإنسان في إريتريا. رسالة أخرى للنظام لا يستطيع أي نظام في العالم الآن، ليس النظام الإريتري فقط، أن يقول أنا حر أعمل في شعبي كما أريد. بالتأكيد. نعم أنا بقول شيء واحد الآن نعم ما يتعلق بذات حقوق الإنسانية، دي قيم عالمية تستدعي الدفاع عنها من كل العالم. بالتأكيد بالتأكيد. المجتمع الدولي وآلياته المعروفة يعني مجلس الإنسان جميعا. نعم أريد أن أسألك هنا يعني أستاذ ياسين، وأنتم يعني في مركز يعني أنت مؤسس مركز سويرة، وكنت يعني عام 2009 شاركتم في أول دورة للاستعراض يعني لأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا في جنيف، وهي يعني قبل زمن طويل من الآن. يعني كيف تشعر على المستوى الخاص؟ يعني اليوم أنت كنت هناك واليوم هذا الإنجاز، يعني أريد أن أعرف كيف تشعر أنت يعني مهتم وعامل ونشط في هذه القضايا. نعم حدث طبعا تطور كبير في تعامل المجتمع الدولي مع قضية حقوق الإنسان في إريتريا، لأنه استطاعت يعني قوى كثيرة بالذات على وجه الخصوص منظمات دولية مثل منظمات العفو الدولية
وهيومن رايتس ووتش ومراسلين بلا حدود، اضافه للمنظمات الوطنيه نعم. ان تفضح هذه الممارسات، هذه الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان، وان توصلها وبشكل مستمر، تقارير مستمره. فالعالم يعني صار قد تكون في مسائل لفتت الانتباه، مساله الهروب، يعني مقادره الشباب بهذه الاعداد الكبيره لوطنهم والمقامره بارواحهم، يعني نعم. التخلص والخلاص، بحث عن مستقبل افضل. هذا ايضا ساعد على لفت انتباه العالم لما يجري نعم في إريتريا. في اريتريا. في 2009 كانت هناك توصيات، انا اذكر حوالي 130 توصيه، كانت هناك توصيات، كان هناك وفد للحكومه الاريترية بجانب نحن كمنظمات حقوق الانسان شاركنا في هذا الاجتماع. كان في نفس القاعه معنا وفد اريتري، وكان اذا كان هذا النظام يعني يمتلك قدر من العقلانيه واحساس بالمسؤوليه ومعرفه الالتزاماته الدوليه والالتزاماته الوطنيه وتعامل، كان يمكن تجنبنا كل هذه المآسي. نعم. كثير من او كان هو تجنب من هذا المأزق الذي دخل فيه الان. لكن النظام طبعا رفض التوصيات، قبل بجزء منها ولم ينفذها. نعم. وكان لابد بعد فتره ان يخطو مجلس حقوق الانسان خطوه اخرى اللي تمثلت في تعيين المقرر الخاص. ايضا تجاهل المقرر الخاصه، رفض الاعتراف بالتصويت بتاعه، رفض دعوته الى اريتريا، ورفض الاعتراف بالتقريرين الصدر عنه، فكانت لجنه تقصي الحقائق. في حاله ايضا اصراره، اعتقادي انا يعني، ورفضه، لانه هذه الجرائم، لازم هذه الانتهاكات اذا كان ما في جهه في اريتريا تحاسب عليها، يجب ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليه المحاسبه. نعم. اذا حدد انه هذه الانتهاكات تصل لحد انها تشكل جرائم دوليه، وانه لا توجد جهه في اريتريا تحاسب الناس الذين ارتكبوا هذه الجرائم، طبعا الجهه الطبيعيه هي القضاء الدولي. نعم. نحاسب هؤلاء المجرمين. نعم. نتمنى يعني أن نرى الكثير من الإنجاز، ونتمنى أن ينتهي يعني كل هذا يعني بزوال هذا النظام التعسفي الذي لا أعتقد أنه سيستجيب، وإنما سيحاول أن إيجاد آليات لتزوير الحقائق وغيره. أستاذ ياسين، في ختام هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه التقرير الصادر عن لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، تفضل. سأترك لك تفضل الكلمة الأخيرة هنا، تفضل. نعم، أنا أريد أن أشيد هنا بمجموعة من الشباب والشابات وحتى كبار السن الذين لم يتخوفوا، الذين يعني تحدوا الخوف وتعاونوا مع اللجنة، قابلوا اللجنة في مناطق كثيرة. وأدوا بشهاداتهم. أدوا بشهاداتهم كضحايا، كشهود، كأسر لأشخاص طيبوا أو ارتكبوا متعسفين. هذه الشهادات من الأشخاص المعنيين مباشرة، كانوا ضحايا وكانوا من أسر ضحايا أو شهود على ما حدث، ساعدت مصداقية لهذه الشهادات، وساعدت في اعتقادي أن اللجنة تقوم بعملها بهذه الطريقة الممتازة. أشيد بهؤلاء الناس، وأدعو الذين ترددوا أن لا يترددوا عندما يجدوا فرصة فتح هذه الانتهاكات والإنسان في إريتريا، لأنه عملهم يغير، يؤدي نتيجة مختلفة، الواقع مختلف، كما حدث من قبل مئات الأشخاص الرجال والنساء الذين تقدموا بشجاعة وأدوا بشهاداتهم أمام هذه اللجنة. وهذا التقرير هو نتاج، إضافة بالطبع لجهود أخرى، نتاج لهذه الشجاعة ولهذا الموقف في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام. بالتأكيد يعني، ونحن هنا أيضا في صوت المنتدى نشيد بهذا الإنجاز العظيم الذي هو إنجاز أبناء شعبنا المناضل، والذي يعني أظهر وعيا كبيرا ومسؤولية عالية تجاه قضاياه وقضايا حقوق الإنسان بالتحديد. أستاذ ياسين محمد عبد الله، ناشط وحقوقي ومدير مركز سويرة لحقوق الإنسان، كنت معنا اليوم في صوت المنتدى لنناقش هذا التقرير. أشكر لك كثيرا الإضاءات التي قدمتها حول هذا الموضوع، وأتمنى أن نلتقيك في فرص أفضل وفي إنجازات أكبر على مستوى حقوق الإنسان. شكرا أستاذة أمال على هذه الفرصة التي أتيحت لي للتحدث عن هذا التقرير الهام. شكرا جزيلا. نعم، شكرا لك. مسكب أبونا وابننا طلعنا نتفرع ونتفتش،
ومسكبنا كي يتقب يومتي أفوتوا ولاد أزين مسكب أبونا وبعنا ضلعنا تتفرح لتفتي ومسكبنا كيف قبل يومتي أفوتوا لا تزين مسكب أبونا وبعنا ضلعنا تتفرح لتفتي ومسكبنا كيف قبل يومتي أفوتوا لا تزين شقبت وحسي رعت أبونا وبرنا من سابر وحجي وهقي أنا شقبت وحسي رعت أبونا وبرنا من سابر وحجي وهقي أنا شقبت وحسي مرينا هود وهنا حليت يكون وحسي مرينا هود وعرنا مسكب أبونا وبعنا ضلعنا تتفرح لتفتي ومسكبنا مكيت قبل يومتي فاتوا لا تزين من تتهدى ولدنا يكمر ربع الليتا تعتادي قد فاتكو مسلوك عمر رفيتا ناداني بتفاقبكو ومسلوك عمر أفيدا من جابونو تهيبوني دلني يوسفيدا قليل يريق الجمع وقليل يريق سديدا يدفع للحمادة قليل تسمع حميدا شلك اقلا تقرد وتكسر اقلا أفيدا أفوتوا لا تزيد أكيه وكي مكاري سنقنا هبناه قلت باب الحريد نباري نتحازينا أكيه وكي مكاري برينا لقيانا لباع الفرح حداري لقيا صرنا نتناطب أنبل محقس وقاري فاتوا لا تزيد فكر أرواحكم شهادة محمد للقرر ورا لو حلو حقوق انتو بكل جفر بس فكر أرواحكم شهادة محمد للقرر صار حق الجبل حنا قبنا سبقر ينبلش من رحنا ودمنا بدي بهدر أفوت ولاد أزيم
تكرر ما لك والصبوت وأمعين بتوك بحضر طبعا انت تودي للإيمان تودي بابونا لتفرر كل جفر وسب فكر أرواحكم شهادة محمد لتقرر صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: استمرار الاعتقالات في أسمرة، أمن النظام يصادر ممتلكات التجار ويتعرض لأسرهم، نقص في عملة النقفة وصفقات سرية مع السعودية وأموال في بنوك الخارج. الأخبار بالتفصيل. في وقت مبكر من صبيحة الخميس 11 من يونيو، الجريدة هامت وحدات أمن الطاغية في مدينة أسمرة بضواحي حي سنبل منزل العقيد إسرات بلاي وعقيد آخر لم تتمكن مصادرنا من معرفة اسمه بعد. تفاجأ العقيدان بطلب عناصر الأمن الذين دعوهم إلى تسليم أسلحتهما الفردية والذهاب معهم بحجة كونهما مطلوبين في مهام عمل. وقد ذكرت المصادر أن العقيد إسرات بودي بلاي رفض الامتثال لأوامر عناصر الأمن التي اقتحمت منزله مرتدية ملابس مدنية وامتنع عن تسليم سلاحه، مما أدى إلى تأزم الموقف فحاولوا إجباره على تنفيذ أوامرهم بالقوة. حينها أطلق الرصاص عليهم وجرح أحد عناصر الأمن، وبدورهم هاجموه واقتادوه عنوة إلى جهة غير معلومة. جدير بذكر أن النظام قام بحملة اعتقالات واسعة على العديد من الضباط من وزارة الدفاع وأجهزة الأمن بعد احتفالات التحرير، وذلك تحت تأثير الهواجس التي تنتاب الرئيس ومخاوفه من عملية اغتياله التي قد يقوم بها بعض الضباط، ولذلك نجده منخرطا بشكل كبير في عمليات المباغتة والاعتقال لكل من يشك في ولائه. صدرت أجهزة أمن سلطات الاستبداد في إريتريا سيارات الخاصة بالتجار الذين قامت باعتقالهم في الأسابيع الماضية، ثم تقوم باستخدام هذه السيارات في حملات الاعتقالات التي تعم البلاد. وقد احتجت أسر المعتقلين على هذا التعدي السافر على الممتلكات الخاصة، لكنها وكالعادة جبهت بالتهديد والوعيد من عناصر أمن النظام. وتشير المصادر بأن هذا الأمر تجاوز مصادرة الممتلكات المادية الخاصة إلى انتهاك حرمات الأسر عبر تردد أفراد أجهزة الأمن على العائلات، وهناك حديث عن محاولات اغتصاب. تشهد بنوك إريتريا ندرة في عملة النقفة، مما دفع بالسلطات الطغمة الحاكمة إلى تحديد سحب مبلغ 10,000 نقفة في كل أسبوعين لكل مودع في البنوك خلال الأشهر القادمة. وجراء هذا القرار القاسي والمتقلب للحكومة أحجم بعض المواطنين عن وضع أموالهم في البنوك. الحكومة من جانبها هددتهم بلغة ابتزازية، محذرة كل من لا يضع أمواله في البنوك عليه تحمل تبعات ما قد يتعرض له من سرقة وعمليات سطو. يذكر أن وسائل الإعلام الرسمية قد تناولت الأسبوع الماضي إعلان صادر عن الشرطة يحذر المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من انتشار عملة مزورة في البلاد. على الصعيد نفسه، ذكرت مصادر المنتدى أن الشعب الإريتري كان يتداول منذ فترة أحاديث مفادها أن البنوك قد تلقت من السلطات عملة غير حقيقية وقد تم توزيعها على المواطنين. وتشير مصادرنا أيضا إلى أن مستحقات الصفقات السرية مع السعودية أصبحت توضع في حسابات خاصة في الخارج، وأن عمليات تنفيذ الصفقات تتم بقدر كبير من التكتم عبر مطار عصب، وكذلك عبر وحدات كوماندو البحرية الإريترية التي تمارس تمويه كلي في بعض الجزر وتقوم ببعض المهام في اليمن. وعندما يتساءل بعض الضباط من وزارة الدفاع الإريترية تسوق عليهم وعلى كافة المسؤولين عبارة لم نقم بإخبار أي جهة حفاظا على السرية. صوت المنتدى. وبهذا نأتي إلى ختام صوت المنتدى لهذا المساء. أعزائي المستمعين، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما هو مفيد وممتع. إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات زملائي، وتصبحون على خير.